أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في أكتوبر سنة 2010 شاب اسمه توني وودمانسي في العشرينات من عمره اتعرض لحادث سيارة، اتنقل للمستشفى على طول وفضل هناك أسبوع وبعدين مات. وفي جنازته 2 من صحابه قابلوا والدته سالي وقالوا لها على حاجة غريبة جدا، قالوا لها انهم كانوا متفقين مع بعض هم وابنها توني وحددوا ميعاد مع وسيط روحاني قبل وفاته بكام يوم، واتضح ان ميعاد الجلسة هو نفس يوم الجنازة. وقالوا لها خلي بالك عشان توني بيحاول يتواصل معاكي من العالم الآخر. طبعا الست فيها اللي مكفيها مش ناقصة يعني، فمردتش عليهم وما فكرتش كتير في اللي قالوه، اكيد كل الكلام ده تخاريف ومش حقيقه، هما بس زعلانين على صاحبهم. ولكن بعد الجنازه بايام هتغير رايها لما تلاقي التخاريف بقت حقيقه، وبقت ادوات المطبخ في منزلها تتحرك لوحدها، والتلفزيون وراديو العربيه يشتغلوا وبعدين يقفوا لوحدهم من غير ما حد يجي جنبهم. طبعا اترعبت وبقت خايفه جدا ومش قادره تعيش كده، فراحت للوسيط الروحاني اللي كان اصحاب ابنها حكوا لها عليه، فقال لها ان ابنها فعلا عايز يتواصل معاه، واقترح عليها انها تجرب حاجه اسمها الكتابه الروحيه التلقائيه. وفي صباح اليوم التالي جابت الام ورقه وقلم وقعدت في اوضه ضلمه وبدات تتكلم مع ابنها توني. في الاول ما حصلش حاجه، فحست ان اللي بتعمله ده ما منوش فايده وفقدت الامل، ولكن فجاه حست بحاجه مسكت ايديها وبقت تحركها على الورقه، فاترعبت وقامت ولعت النور بسرعه، ولكن ما لقتش اي حد معاها في الاوضه، فقالت انها اكيد اعصابها تعبانه من اللي هي فيه وان دي مجرد تهيؤات. ولكن لما بصت في الورقه لقيت انه مكتوب فيها كلمه توني. اتصال الموتى بالأحياء علم بيهتم بيه الغرب حاليا بشكل كبير جدا، وده بيختلف عن تحضير الأرواح، فهو بعيد عن الدجل وما بيحتاجش لتحضيرات أو وسطات. واتعمل عن الموضوع ده أبحاث كتير وسموه علم التواصل بعد الموت. وثبت عند الباحثين في المجال ده إن 3% من البشر عندهم خاصية الاتصال بالموت، والشريحة دي موجودة في كل المجتمعات. واتكلم الفقيه ابن القيم عن الموضوع ده من قرون كتير في أحد مؤلفاته، ولكن الظاهرة دي ما درسهاش أي باحث من بعده بشكل معمق. ولكن إن شاء الله في الحلقة دي هنجيب الموضوع ده من أوله لآخره، وهنحكي كمان قصص حقيقية لناس قدروا يتواصلوا مع الموت. أهلا بكم في برنامج منظور آخر. يوم 4 أكتوبر سنة 1938 كان في راجل مزارع عايش في قرية أوستي في فرنسا اسمه أندريه جيرار. صحى الصبح فطر ونزل على المزرعة بتاعته، لأنه كان ناوي من الليلة اللي قبلها إن الصبح هياخد شوية أغنام من اللي في الحظيرة بتاعته وينزل يبيعها في السوق. وفعلا خد 6 من الغنم وانطلق في اتجاه السوق، ولكن يعدي الوقت وما يرجعش جيرارد البيت، فبدأ ابنه وزوجته يدوروا عليه في كل مكان ولكن ملوش اي اثر. وبعد ساعات من البحث وبعد ما يئسوا بلغوا الشرطه اللي وصلت في اليوم التالي، وبداوا تحرياتهم للبحث عن المزارع المفقود. وكان اندريه جيرارد راجل غني جدا وكان بيملك قطعه ارض كبيره في القريه، وكان في السبعينات من عمره. المهم بعد كده وصل محقق اسمه بول مارشال مع 2 من المخبرين المساعدين، وبمساعده رئيس القريه والشرطه المحليه وبعض المزارعين بداوا يدوروا على الراجل العجوز في المزرعه والارض بتاعته وفي الغابه اللي حواليها، ولكن برضه ملوش اي اثر. بعد كده فتشوا البركه القريبه من المزرعه بعصايه طويله، فربما يكون وقع في احد البرك بسبب انه كبير في السن وممكن يكون ما شافهاش، ولكن برضه مفيش نتيجه. وقالت زوجة احد المزارعين اللي كانوا بيشتغلوا في ارض العجوز جيرارد انها شافته ماشي ومعاه 6 اغنام، ومن بعدها ما شافتهوش تاني. التحقيق استمر لمده 3 ايام، ولكن الكل فشل في حل اللغز، والموضوع كبر جدا وعمل ضجه كبيره. فسمع بقصه المزارع ده الدكتور يوجين فافروا مدير معهد الميتافيزيقا في باريس وقتها، وعرض
على قسم شرطة ليموج المساعدة في العثور على المزارع المفقود، وفعلا وافق المأمور، ولكنه اتفاجئ لما لقى الدكتور يوجين بيقول له انه مش هيشارك في البحث، هو بس محتاج اي حاجة تخص المزارع ده حتى لو كانت صغيرة. استغرب في الاول ولكن بعد كده وافق، وفعلا جابوا له وشاح اخضر بيخص المزارع العجوز. فاخد دكتور يوجين الوشاح ده وراح بيه لشقة امرأة اسمها ايديس موريل، واللي كانت بتشتغل كوسيط نفسي، وكان عندها موهبة او حاسة سادسة وتقدر تتواصل مع الموتى وارواحهم. فسألها الدكتور يوجين ان كانت تقدر تقدم اي معلومات عن صاحب الوشاح ده، فحطت الوشاح على ترابيزة قدامها وفضلت تبص ليه كتير، وبعدها قالت ان صاحب الوشاح دلوقتي لابس سترة وسروال خشن، وان في شخص خطفه والشخص ده خده للغابة وكان لابس معطف اسود وقبعة سودا. فسألها الدكتور يوجين هل الراجل العجوز بخير؟ فقالت له لا، هو دلوقتي ميت في الوحل. فقال لها فين جثته؟ ووصفت له مكان في الغابة، برغم انها ما كانتش تعرف المكان ده وما راحتلوش قبل كده، ومع ذلك وصفته بالتفصيل ورسمت خريطة كمان لمكان جثة الراجل العجوز. فسألها الدكتور هودجسون عن اوصاف الراجل اللي قتله، فقالت له انها ما تعرفش غير ان في ايد من ايديه الصوابع فيها مش كامله. فبعت الدكتور يوجين كل المعلومات دي للشرطه، وراحوا للغابه ودوروا في المكان اللي الست دي رسمت فيه مكان الجثه، وفعلا لقوا جثه الراجل العجوز ميت برصاصه في راسه. وبعدها القوا القبض على عامل سيارات عاطل عن العمل اسمه باربيه، كانت صوابع ايده الشمال مقطوعه، وقدروا يعثروا كمان على البندقيه اللي نفذ بيها الجريمه معاه. واعترف الراجل ده ان هو فعلا اللي قتل العجوز جيرارد، واتصدم انهم عرفوا ان هو القاتل لان محدش شافه وهو بيرتكب الجريمه في اليوم ده. وبقى ضباط الشرطه مش مصدقين اللي حصل، وان ازاي المعلومات اللي جات لهم كانت صح كلها. وتم اعدام القاتل في يناير سنه 1939. بيجي الآباء والأمهات المتوفين لأبنائهم في الأحلام يتكلموا معاهم وينصحوهم ويحذروهم من حاجات هتحصل في المستقبل، واللي أثار الباحثين أكتر هو إضافة معلومات جديدة في اللقاءات دي، ولولا كده لكانت هتبقى مجرد أحلام عادية أو تكرار لذكريات ماضية. وأحيانا بيرشد الميت على شيء مفقود أو يقترح اسم الحفيد، ممكن يظهر واقف في شباك أو في مراية، وممكن شخص ميت يمر في الذاكرة وبعدها يظهر شخص شبهه ماشي في الشارع، وكل ده بيدل على إنه قريب جدا من المكان، وممكن يوصل الحد لمكالمات تليفونية بين الموتى والأحياء. فالميت بيتدفن تحت الأرض لكنه بيسيب وراه حاجات كتير فوق الأرض، جزء منها معروف وجزء منها مش معروف. فالميت بيسيب في الدنيا كل مقتنياته وصوره، وبتفضل بصمة حمضه النووي، ودي أهم حاجة، مبعثرة في خلايا تطايرت منه قبل موته في أنحاء بيته وفي تراب المنطقة اللي عاش واتحرك فيها، وفيها سجل حياته بالكامل. وبيقولوا العلماء إن طاقة الميت وأمواج صوته بتفضل موجودة في الهواء وممكن استرجاعها في المستقبل، لكن إزاي بتساهم كل الحاجات دي في ظهور الميت او اتصاله بالاحياء؟ ده بقى اللي بيحاول العلماء دراسته. جيسي اوبراين هي طفله عندها 4 سنين، ابوها فقد حياته خلال هجمات 11 سبتمبر وهي كانت حزينه جدا عليه. وبعد فتره من وفاته بدات امها ليزا تلاحظ ان جيسي بتكلم نفسها في غرفتها، فما ادتش اهتمام للموضوع قوي، ولكن لما اتكررت الحركه دي كتير دخلت على بنتها الاوضه وسالتها انت كنت بتتكلمي مع مين؟ فاتصدمت لما لقت بنتها بتقول لها كنت بكلم بابا. وعشان تتاكد ليزا ان كانت بنتها جيسي بتقول الحقيقة فعلا ولا لا، بقت تختبرها في معلومات كتير هي مستحيل تكون عارفاها عن ابوها. ومن الاختبارات دي انها جابت صورة لابو جيسي مع زملائه في العمل واللي كلهم ماتوا في نفس الحادثة برضه. والمفاجأة
ان جيسي اتعرفت عليهم كلهم وقالت اسمائهم ومعلومات كتيرة عنهم برغم انها عمرها ما قابلت حد فيهم. وقالت جيسي لامها انها دايما بتشوف ابوها معاها في كل حته، خاصة لما بتكون بتلعب مع اصحابها في الحديقة. طبعا قصة غريبة جدا، بس هل ممكن يوصل الموضوع لمكالمات بين الاموات والاحياء؟ في عام 1988 اتعرض فرانك جونز وعيلته لأحداث غريبة، وكان بيطاردهم شبح أو روح شريرة في منزلهم في بلاك بول. فكانت أغطية السراير بتتشال والأطفال نايمين، والأبواب بتتقفل وتتفتح لوحدها، وحنفيات المية دايما شغالة لوحدها ما بيقدروش يقفلوها مهما حاولوا، لحد ما تعبوا من قلة النوم والرعب اللي بيحصل لهم كل شوية. فاتصل فرانك بالكنيسة وطلب مساعدتهم للصلاة في بيته ومحاولة تطهيره من الأرواح الشريرة. ومرت 5 سنين بعد الحادثة دي وكان كل شيء تمام، ولكن بعد كده حلت المأساة على الأسرة، فتوفى ابن فرانك ووراه زوجته سادي بعد 3 شهور. واتدفنت سادي مع تليفونها المحمول لأنها كانت بتحبه جدا. وبعد فترة قصيرة من جنازة زوجته لقى فرانك إن في مكالمة فائتة على تليفون برغم إن التليفون مرنش، ولما فحص الرقم كان تليفونه الأرضي اللي داخل منزله، لكن ده كان مستحيل، فما كانش فيه أي حد تاني في المنزل وقتها. وبعدها شم فرانك ريحة عطر سادي. ولكن مش ده الغريب بقى إن فرانك دايما بتجيله رسائل نصية من هاتف سادي الخلوي اللي المفروض مدفون معاه، وكانت الرسائل بتحتوي دايما على عبارات قالتها سادي كتير وهي عايشة. المؤلف دين كونتز معروف جدا برواياته المرعبة، وفي سبتمبر عام 1988 اقترب كونتز من انه يكون بطل في قصة رعب واقعية حصلت. فاثناء ما كان في عمله اتلقى مكالمة هاتفية من امرأة، ولكن كان الصوت سيء جدا فما كانش عارف يسمع هي بتقول ايه، ولكن اللي قدر يسمعه بس هي جملة واحدة، هي ارجوك كن حذرا. ففضل يسأل عن هوية المتصل، لكن الصوت الانثوي كرر الجملة دي 3 مرات تاني، وكان صوتها بيتلاشى مع كل جملة لحد ما راح خالص. فضل كونتز يفكر في المكالمة الهاتفية دي كتير، وهو متأكد ان الصوت ده زي صوت والدته، ومع ذلك كان عارف انه مستحيل تكون هي اللي كلمته لانها ماتت من حوالي 20 سنة. المهم بعد يومين زار كونتز والده في مركز الرعاية، فكان والده بيظهر سلوك عنيف في الفترة الأخيرة وضرب مريض آخر في مركز الرعاية، وكان المفروض ان كونتز يتكلم معاه شوية ويهديه، ولكن بمجرد ما دخل كونتز غرفة والده في المركز مسك ابوه سكينة وحاول يطعن ابنه بيها، ولكنه قدر انه ياخد السكينة من ايده. وبعدها ساب كونتز والده وخرج من الغرفة، ولكن بالصدفة كان في اليوم ده مجموعة من ضباط الشرطة كانوا واقفين خارج مركز الرعاية. فأول ما خرج كونتز من المركز شافوا الضباط وهو ماسك السكينة في ايده، فعلى طول وجهوا أسلحتهم ليه وكانوا خلاص هيطلقوا النار عليه، فبسرعة رمى السكينة على الأرض. وبعدها قدر يقنعهم إن في سوء تفاهم وحكى لهم قصته مع والده. وبعدها افتكر كونتز المكالمة الهاتفية المخيفة اللي جات له، وبقى مقتنع إن اللي كلمته دي كانت أمه، كانت بتحذره من اللي هيحصل. وفي قصة برضو قريبة من القصة دي، ففي شاب عنده 32 سنة اسمه جاك فروسي عايش في بنسلفانيا، وكان جاك بيعاني من وهو صغير من عدم انتظام ضربات القلب، وفي يونيو سنة 2011 اتوفى، وحزنت أسرته وأصدقائه عليه حزن شديد جدا. وبعد 5 شهور من وفاته كان صديق جاك المفضل تيم هارت بيتصفح رسائل البريد الإلكتروني على هاتفه، فظهر له إن في رسالة مبعوثة له من البريد الإلكتروني لجاك، وكان مكتوب فيها 4 جمل: أنا أشاهد، هل سمعتني؟ أنا في منزلك، عليك تنظيف الصندرة الخاصة بك. وقتها تم اترعب لأن هو وجاك كانوا الوحيدين الموجودين في الصندرة قبل وقت قصير من وفاة جاك، واتكلموا مع بعض عن اللي المفروض تم يعمله بالمساحة الإضافية في بيته. ممكن نقول إن ده عادي بيحصل، جايز يكون إن في حد بيعمل فيه مقلب ولا حاجة أو بيهزر معاه، ولكن في حاجة غريبة. جيمي ماجرو ابن عم جاك جات له رسالة برضه من البريد الإلكتروني لجاك بيحذروا فيها إنه ياخد باله لأنه هيقع وهيتكسر كحلو. والمفاجأة إن ده حصل فعلا بعدها بأسبوع. الو الو، ايوه مين؟ أحمد، ايوه مين؟ أنت مش عارفني؟ لا مش عارف. محمود؟ بس ازاي؟ محمود اخويا مات من شهرين. الو. ليه يا أحمد كده؟ أنا كنت بحبك جدا وبقلدك في كل حاجة، أنت السبب في موتي لما سبتني أغرق. صدقني يا محمود انا ما كانش في ايدي حاجه اعملها، الموج كان عالي ولو كنت نزلت البحر كنت هغرق انا كمان. خايف تموت؟
انا مش هسيبك الا لما اجيبك هنا معايا. الاتصال بالموتى شيء مثير جدا للجدل ومرعب في نفس الوقت، ففي ناس كتير بيدعوا انهم بيقدروا يتواصلوا مع الموتى ويتكلموا معاهم ويعرفوا معلومات كتيرة عنهم. وعشان كده كانت قصة السيدة ليونورا بيبر اكتر حاجة شغلة الباحثين لمدة 20 سنة. فكانت السيدة ليونورا بيبر بتمتلك قدرة خارقة عظيمة محدش يعرف سببها ايه ولا بتعمل كده ازاي. فكانت بتقدر تتواصل مع الموتى بطريقة غريبة جدا عن طريق انها بتفقد الوعي، وخلال فترة اغمائها بيتم الاتصال بالاموات وارواحهم. وقصة الست دي حيرت ناس كتيرة جدا على مر السنين، ولكن في نفس الوقت امدت الباحثين الروحانيين بثروة كبيرة جدا من المعلومات والمواد اللي اعتمدوا عليها في دراستهم. والست دي استغلت القدرة الخارقة اللي عندها وابتدت تساعد بها الناس عن طريق عمل جلسات بتتواصل فيها مع موتى الناس دول. ففي دكتور اسمه جيمس سمع عن الست دي من واحد قريبه حضر لها جلسة في منزلها في بوسطن. وقتها الدكتور جيمس لما سمع حكايتها فضل يضحك ويقول انها كدابة وبتخدع الناس. بتخدع الناس ازاي بقى؟ قال انها اكيد بتجمع المعلومات عن زباينها عن طريق عملاء مأجورين من شواهد القبور ومن السجلات المدنية ومن الخدامين اللي بيشتغلوا عند الناس دول، وتضحك على الناس وتخدعهم بانها بتقدر تتواصل مع الموت. ولكن قريب الدكتور جيمس كان مصر على ان السيدة بيبر مش بتكذب او بتخدع الناس وانها فعلا عندها قدرات خارقة. وهنا قرر الدكتور جيمس انه يحضر احد جلساتها بنفسه عشان يشوف ايه حكاية الست دي. واتفاجئ جدا لما شاف الست دي، فكانت جميلة جدا ومظهرها لطيف وناعم لانه رسم لها صورة في خياله مختلفة جدا وبشعة عن اللي شافه وقتها. وفي الوقت ده كانت السيدة بيبر في حالة من الغيبوبة وطالع منها صوت خشن رجولي وفيه لكنة فرنسية. وعرف بعدها ان جواها روح راجل اسمه فاينوي، وده كان طبيب فرنسي متوفى من مدينة ميدز، وهو ده السبب في قدراتها الخارقة. وبعد ما حضر جلسات كتيرة للسيدة بيبر اتأكد الدكتور جيمس انها مش بتخدع الناس فعلا. وفي مرة من المرات سأل الدكتور جيمس السيدة بيبر عن مكان دفتر شيكات امه اللي ضاع منها، ووصفت مكان الدفتر بدقة شديدة. وفي مرة تانية قالت السيدة بيبر للدكتور جيمس ان عمته اللي عايشة في نيويورك ماتت. وبمجرد وصوله لبيته لقى الدكتور جيمس برقية بتعلمه بخبر وفاة عمته. ولكن برغم كل الاحداث دي الا ان الدكتور جيمس فضل عنده شك بسيط في السيدة بيبر. ففي مرة خد معاه زميل ليه، ولما دخلت السيدة بيبر في غيبوبة كالعادة سألها عن زميله ده، فقالت اسم الراجل ثلاثي واسم ابوه وامه والامراض اللي كانت عنده وكتير من المعلومات الشخصية اللي محدش يعرفها غيره. فخلاص ايقن الدكتور جيمس ان السيدة بيبر فعلا مش عادية، وكتب تقرير عنها وبعته للجمعية البريطانية للبحث النفسي. فاستهزأوا بيه وضحكوا عليه ان واحدة زي دي قدرت تخدعه. وعشان يأكدوا له الكلام ده بعتت الجمعية محقق من عندها للبحث والتحقق من السيدة دي. المحقق ده كان اسمه الدكتور هودجسون، فراح مع الدكتور جيمس عشان يحضروا جلسة من جلسات السيدة بيبر. ولما دخلوا عندها قدم الدكتور جيمس الدكتور هودجسون ولكن باسم تاني غير اسمه، وقال لها ان اسمه السيد سميث. ولكن لما بدأت الجلسة كشفت السيدة بيبر عن اسمه الحقيقي، وقالت كمان اسماء اخواته كلهم ومعلومات كتيرة عنهم، منها ان اخوه الصغير اتوفى من سنين، وحكت كمان عن لعبته المفضلة. فاتجنن الدكتور هودجسون من اللي حصل ده وازاي عرفت كل المعلومات دي عنه. فاستأجر مخبرين وبدأوا يتعقبوا السيدة بيبر عشان يعرفوا اذا كانت بتتصل بحد يقول لها كل المعلومات دي. وبعد عامين من البحث ابتدى يقتنع الدكتور هودجسون ان السيدة بيبر فعلا بتمتلك قدرات خارقة، ولكنه كان بيكذب نفسه برضه ومش عايز يصدق. فقرر انه ياخد السيدة بيبر لدولة تانية عشان يتأكد من صدقها. ووصلت السيدة بيبر لإنجلترا عام 1900 وسكنت في أحد المنازل، وتم تغيير طاقم الخدم كله وتفتيش جميع حقائبها، وتمت مراقبتها باستمرار من بعض أعضاء الجمعية البريطانية للطب النفسي. وأقامت هناك 3 شهور، وعملت خلال المدة دي 88 جلسة، وقالت مئات التفاصيل بدقة كبيرة، وأثبتت للجمعية أنها فعلا مش بتكذب. وفي عام 1910 اعتذرت السيدة ليونورا بيبر جلساتها الروحية بسبب تدهور حالتها الصحية. الغريب في الموضوع بقى ان السيدة بيبر ما كانتش تعرف اي حاجة عن قدراتها الخارقة دي، لانها مش بتتذكر اي حاجة بتحصل لها لما بتفقد الوعي، وكأنها بتكون شخص تاني لما بتدخل للغيبوبة. محمود اخويا، انا عارف انك موجود هنا. انا حاسس بيك قريب جدا. انا تعبت من كتر الرعب اللي انا فيه. انا ما بنامش من كتر الخوف. انا اسف على اللي عملته معاك. انا اسف اني ما قدرتش انقذك. انا معايا هنا ورقة وقلم، لو انت موجود رد عليا واكتب لي اي حاجة.
طب من الاخر، هل ممكن فعلا التواصل مع الموتى؟ هو طبعا الموضوع ده من الامور الغيبيه اللي ما نقدرش نتكلم عنها من غير نص من الوحي، ولكن ظواهر النصوص بتدل على عدم امكانيه اتصال الموتى بالاحياء. والدليل على كده قول الله تعالى في سوره المؤمنون: ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين. والدليل الثاني قوله تعالى في سوره الزمر: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. والراجح اللي عليه جمهور العلماء ان الميت بيقدر يسمع كلام زائره في القبر، زي ما جه في الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيميه انه قال: واما علم الميت بالحي اذا زاره وسلم عليه. ففي حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من احد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه. وكتب ابن القيم الجوزي فصل كامل في كتاب الروح بين فيه خروج ارواح المؤمنين في النور واللي بيحصل لها مع ارواح الاموات، فقال انه على الراجح انه بتلتقي ارواح الاحياء والاموات، ودل على ده ان الحي ممكن يشوف الميت في منامه فيتكلم معاه ويقول له معلومات وحاجات هتحصل في المستقبل، وفعلا بتحصل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغني ان ارواح الاحياء والاموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله ارواح الموتى ويرسل ارواح الاحياء الى اجسادهم. وعن السدي قال: يتوفاها في منامها فتلتقي روح الحي وروح الميت فتتذاكران وتتعارفان، فترجع روح الحي الى جسده في الدنيا لبقيه اجلها وتريد روح الميت ان ترجع الى جسده فتحبس. وكتير من الفقهاء بيقولوا ان المتوفى ان كان بيفقد التواصل الحسي مع الحياه بمغادره الروح للجسد فانه مع ذلك بيفضل يشعر ويحس ويسمع كل اللي حواليه، بل ان كمان بيكون في حاله من التواصل بتربطه بالحياه والدنيا حتى بعد الوفاه بسنين طويله. وتفسيرات الاحلام اللي بتستند للمنطق والسند الديني بتؤيد النظريه دي. واكد علماء تفسير الاحلام على وجوب اخذ ما ياتي عن المتوفى في الحلم من قول وعمل ماخذ الجد. فالاحلام دي حاله من حالات التواصل بين الاحياء والاموات، انما اللي بيعمله بعض الوسطاء الروحانيين ده حاجه تانية خالص اسمها تحضير الارواح، ودي عمليه قديمه مارسها الانسان عبر التاريخ وما زال بيمارسها، واللي بيتم تحضيره فيها مش ارواح بشريه حقيقيه، لا ده ارواح جن وشياطين. فايه اللي عرفهم ان اللي بيحضروه ده ارواح ناس حقيقيه؟ فهل هم يعرفوا ايه هي الروح اصلا؟ اللي بيحضروه ده قوه خفيه ملهاش علاقه بالارواح. وده كان راي الشيخ الشعراوي لما اتسال عن رايه في تحضير الارواح.